النهاردة هنعمل مع بعض بسكوت النشادر الأصلي بتاع زمان اللي بيفكرنا باللمة الحلوة، لمة الأعياد حوالين الطبلية. لما بنتلم كده في العزومات، بنتلم في الأعياد، بيتعمل في الأفراح. هعمله معاكم بكل تركاته. شايفين قد ايه البسكوتة جميلة، بتتقطم معانا بكل سهولة، هشة وخفيفة، وزنها خفيف جدا في نفس الوقت، مش معطمة. بتنزل كده في كوباية الشاي، أحلى سقسقة تعمليها في كوباية الشاي أو الشاي بحليب، بتدوب معاكي دوبان وفي نفس الوقت ماسكة نفسها. مقاديره ايه علشان نشتغل فيه ويطلع لنا النتيجة اللي احنا شفناها؟ عندي كوباية من السمنة. لو هتشتغلي بالميزان هنستخدم 200 جرام من السمنة. السمنة انا هنا عايزاها ساقعة، مش جامدة قوي وفي نفس الوقت مش سايحة. بدأت ان انا انزل بكوباية السمنة بتاعتي، وهبدأ ان انا اشتغل بالمضرب الكهربائي. لو مش موجود عندك ممكن تشتغلي بايدك او بالمضرب اليدوي، بس طبعا الخطوة دي هتبقى تاخد معاكي وقت اطول شوية. ببدأ أضيف السكر، وعندي السكر كوباية ونص من السكر. أنا استخدمت الكوباية المعيارية. لو مش موجودة عندك الكوباية المعيارية استخدمي أي كوباية موجودة عندك في المطبخ. المهم ان انت الكوباية اللي تستخدميها في اي مقدار من المقادير تستخدمي بيها او تشتغلي بيها في كل المقادير التانية. لو هتشتغلي بالميزان عندي 300 جرام من السكر، بشغل عليهم المضرب لحد ما احصل على القوام الكريمي. يبقى السكر مع السمنة يبدأ القوام بتاعهم يفتح ويخف ويبقى شبه الكريمة. في المرحلة دي هيبقى عندي 5 بيضات، والبيض لازم يبقى بدرجة حرارة المطبخ. هبدأ انزل بالبيض بيضة بيضة، هنزل ببيضة وهبدأ ان انا اشغل عليهم المضرب. اول ما احس ان البيضة بدأت تختفي وما يبقاش ليها اثر، هبدأ ان انا انزل بالبيضة التانية والتالتة والرابعة والخامسة وهكذا لحد ما اخلص كل كمية البيض اللي عندي. في الوقت ده بعد ما بخلص كمية البيض كلها ما ببالغش بالضرب. بمجرد ما الخليط بتاعي يتشرب البيض كويس جدا وما يبقاش في اي اثر للبيض، بوقف عند ضرب. وطبعا بما ان انا مستخدمه بيض يبقى لازم ان انا استخدم فانيليا. الفانيليا هنا عندك اختيارين، ممكن تستخدمي الفانيليا السايله عادي جدا ما بتعملش اي مشكله، وممكن تستخدمي الفانيليا البودر. انا النهارده في الوصفه بتاعتي هستخدم الفانيليا البودر. الفانيليا البودر هنا هستخدم 3 ورقات من ورق الفانيليا. عايزه تزوديهم براحتك، مش عايزه يعني 3 بيبقوا كافيين. في ناس بتقول ان كل بيضه بتاخد ورقه من الفانيليا، انا بحس ان الموضوع ده مبالغ فيه، وبرضو الموضوع يرجع لك. عامه الفانيليا وبالذات الفانيليا البودر ما مش منها اي ضرر. بعد ما ضفت كده الفانيليا هدي ضربه خفيفه، وزي ما انا قلت ان انا مش هبالغ في ضرب الخليط اللي عندي. هنا هوقف المضرب وهبدا ان انا احضر الخليط السائل. عندي بالظبط كيلو من الدقيق. الكيلو من الدقيق طبعا بيبقى دقيق مخصص للكحك والبسكوت. لازم تبقي نخلاه كويس جدا عشان تدخلي فيه الهواء. هنا عندي معلقة من البيكنج باودر، معلقة كبيرة ممسوحة من البيكنج باودر. هبدأ ان انا اقلب كده الخليط مع بعضه في الاول بمعلقة خشبية او بسباتيولا لحد ما احس ان الدقيق بدأ ان هو يتشرب من خليط البيض والسمنة والسكر معايا، وبدأ ان هو يتجمع معايا على شكل عجينة. ببدأ ان انا اقلب كده بالاول في الاسباتيولا، وبعد كده هبدأ ان انا استخدم ايدي في التقليب. طبعا يا جماعة في البسكوتات بشكل عام والنواعم بشكل عام ما بنعجنش، بمجرد ما بس احنا بنقلب المكونات بايدينا بخفة علشان بس العجينة تتجانس وتمسك مع نفسها كده. بمجرد ما توهت كل الدقيق في الخليط بتاعي، عندي كوباية الا ربع من الحليب، والحليب لازم يبقى دافي. هنا عندي النشادر، والنشادر دي اللي ما بيعرفهاش هي عبارة عن مادة رافعة بس ما بينفعش تشتغل الا لما بتضاف على السوائل. اخدت معلقة كبيرة ممسوحة من النشادر وضفتها على كوباية الا ربع من الحليب الدافي. شايفين بدأ يعمل معايا فوران؟ شايفين الكوباية اتملت؟ ولو استنيت شوية هلاقيها بدأت ان هي تفور. فبدأت كده بكده بتعرفي ان النشادر بتاعتك مظبوطة. بدأت ان انا اضيف كمية اللبن على الخليط بتاعي، وهبدأ ان انا اقلب العجينة بتاعتي. برضو بتقلبي بخفة، مفيش عجن. كتر العجن يا جماعة هو بيبقى السبب الرئيسي في ان البسكوتة بتاعتك معضمة. في ناس كتير بتقول بعد ما بخبز البسكوت بلاقيه معضم، بلاقيه مش بيشرب معايا الحليب او الشاي كده. بعد بيبقى سببه ان انت عجنت كتير. انا مجرد بس من ان انا بقلب وصلت للعجينه بالشكل اللي احنا شايفينه كده. العجينه ما بتلزقش في ايدي، ما بتلزقش في الطبق، مش بتمط. لو مطت تبقى العجينه بتاعتك مش مظبوطه. العجينه بتاعتي تبقى مفتوحه كده، يبقى ايه تمام كده. طبعا خلاص انا سبت العجينه، هسيبها تستريح بالظبط ربع ساعه علشان احنا في الشتاء. ده شكل العجينه بتاعتي مفتحه مش مكتومه مش بتمط، فتعرفي ان العجينه بتاعتك مظبوطه.
استخدمت طبعا القمع بتاع تشكيل البسكوت، وباستخدام المكنه هبدأ ان انا اشكل كل كمية البسكوت اللي عندي بالشكل ده. طبعا بتشكليها باطوال على قد ما تقدري، تبقى الاطوال كلها مناسبة، تبقى كلها قد بعض. بنسيب مسافة بين كل بسكوتة والتانية علشان البسكوت ما يبقاش ملزق في بعض ويبقى شكله مش مظبوط. وبرضه هو ممكن يدخل الفرن يعني بيفرش معانا حاجة بسيطة، فلازم تسيبي مسافة بين كل بسكوتة والتانية. بنقطع البسكوت بتاعنا على السيجان بتاعتنا بتبقى مدهونة مادة دهنية، وفي نفس الوقت دهنة خفيفة جدا، يعني بتدهنيها وبترجعي تجيبي منديل كده اهوت او فوطة نظيفة وتبدأي ان انت تمسحيها. علشان ايه يا جماعة التركة دي علشان البسكوت بتاعنا ما يتزحلقش في الفرن ويجي على بعضه. لان برضو من ضمن الناس اللي بتكتب لي في المشاكل اللي بتقابلها في عمايل البسكوت ان البسكوت لما بيدخل الفرن بيتزحلق على بعض، وده بسبب ان انت بتبقي دهنه الصاج بتاعك ماده دهنيه مبالغ فيها شويه. بعد ما بتخلصي كل كميه البسكوت اللي عندك، تعالوا بقى نتكلم على التسويه بتاعت البسكوت. بندخل البسكوت بتاعنا على درجه حراره 180. طبعا الفرن بتاعنا يبقى متسخن من قبلها. ندخله بالظبط بياخد معانا تقريبا حوالي 20 دقيقة. لو احتجت ان انت تشغلي عليه الشواية في اخر دقيقة بتشغليها. لو هو طبيعي اخد لون مع نفسه خلاص مش بتحتاجي تشغلي الشواية. طبعا كل كمية البسكوت شايفين قد ايه قمر، والعجينة عشان مظبوطة البسكوتة طالعة معانا جميلة وتحفة. بعد ما بتخرجي البسكوت بتاعك من الفرن بتسيبيه يبرد تماما على السيجان، ما بتحركيهوش نهائي غير بعد ما يبرد تماما. ودي كانت وصفتي النهاردة. اتمنى ان الوصفة بتاعتي تنال اعجابكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش بلايك ودعم كده للصفحة، وشيروا الفيديو علشان يوصل اكبر العدد من الناس.